المتر. المتابعين والمتابعات، أسعد الله مساءكم وسلام من الله عليكم أينما كنتم في هذا الوطن وفي كل مكان. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أيضا لا تنسوا الانضمام إلى القناة وكتابة التعليقات الجميلة. الفيديو مهم جدا، لازم توزعوا هذا الفيديو على الجميع. تابعوا معي الفيديو بعدين نناقش كل المواضيع. المتابعين والمتابعات، هذا الفيديو مهم جدا جدا. أول حاجة أنا أوجه نصيحة إلى كل المواطنين، كل واحد ينتبه على نفسه. أسأل من الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. أيضا السواقين بشكل خصوصي، لا حد يكون يشوف إنه معه قلاب ولا معه حبة ولا معه شاص وقال يلا نتجازف. لا تجازف يا أخي، لا تجازف بنفسك ولا تجازف بالأشخاص الذين معك. السيل هذا ما يصافتش، كل واحد يكون ينتبه على نفسه. وفي هذا الفيديو لازم نوجه نداء إلى الجهات المختصة. نحن مقبلين على موسم ولازم توجهوا نداءات إلى المواطنين. وجهوا نداء إلى المواطن، كل واحد يكون ينتبه على نفسه. أيضا أناشد كل الإعلاميين لازم تعملوا فيديوهات توعوية للمواطنين. الله يسعد قلوبكم ونتمنى السلام للجميع. وكملوا الفيديو، تحياتي لكم. المتابعين والمتابعات، ولو سمحتم انضموا إلى قناة هذا الإعلامي المميز في كل فيديوهاته. اسمعوا ماذا قال وماذا ناشد السلطات المختصة. خليكم مع الفيديو. نناشد محافظة إبر عبد الواحد صلاح الأب نروح إلى هذه المحافظة. والله إذا شاهد الفيديو هذا ما يجي أيام بس إلا وهي صالحة، أنا واثق، لأنه المحافظة ما يريد أي مواطن يمني يعاني، والله أنا واثق. لكن وصلوا هذا الفيديو إلى المحافظة وإلى إبراهيم الشامي مدير الأشغال العامة، وأنتم ما تشوفوا بيجي أيام إلا ولا هذا صالح. سلام. جسر العجور، مثلث الحمزة، أن يوصلوا إلى هذا